عمرك سألت نفسك ليه محدش بيتكلم عن الستايلات دي؟ ايوه بصراحة انا برضو مستغرب، واللي ما يعرفش انا كنت منزل من كام يوم بوست عشان تختاروا منه ايه اللي هيتشرح في الفيديو الجاي، والصراحة انتوا ما قصرتوش، اخترتوا كل الافكار تقريبا، فانا قلت ابدا برأي الاغلبية ومن بعد كده ان شاء الله ابدا انزل بقية الفيديوهات. طبعا في التايم لاين تحت هتحس ان الفيديو طبعا قصير لان فعلا الفيديو مش مكلف بتاتا، ويلا كفاية كده واسيبكم على الشرح. هو حرفيا البروجكت بس ممكن يبان لك من النظره الاولى صعب، لكنك لما تيجي انت تبص لعدد اللايرات تلاقي اصلا حاجه تافهه خالص، وعشان كده لما نيجي نبدا نيجي هنا نعمل نيو كومبوزيشن حرفيا نفس الريزولوشن بتاع كل مره، بس الفريم ريت المره دي هنقل عن المرات اللي فاتت وهيبقى 15، وطبعا ممكن نخلي 10 ثواني ونبدا ندوس اوكي. وبعد كده اول حاجه هنبدا بيها طبعا الباك جراوند، هنيجي عند نيو ونختار سوليد، وطبعا هنخليه هنا لونه اسود وندوس اوكي، وطبعا لازم طبعا نسميها باك جراوند كده الاختصار. وبعد كده نبدا نعمل اول شيب معانا، هنيجي طبعا عند الريكتانجل تول او ندوس حرف الكيو، وبعد كده طبعا هنبدا نرسم مستطيل طويل بالشكل ده، سنتر انكر بوينت ونسنترها في النص، نعلم عليها ونكتب هنا في السيرش راوندنس، وبعد كده تبدا تعليه على الاخر. وطبعا ممكن هنا نظبط السايز بحيث اللي احنا هنطوله بالشكل ده وننزله لتحت، وبعد كده طبعا هنشيل منه الفيل ونحط مكانه ستروك ويبقى لونه ابيض، ومثلا هنخلي الستروك على 4، وبعد كده هنيجي هنا عند الاد ونضيف حاجه اسمها ريبيتر، وظيفته ان هو يكرر نفس الشكل اكتر من مره. فطبعا هنيجي هنا نخش هنا نعدله ونخش هنا تحت على الترانسفورم ونيجي عند البوزيشن ونخليه 0، وبعد كده نبدا نعلي في السكيل حاجه بسيطه، وبعد كده هنبدا نعدل في الستارت وبس، وده معناها ان البدايه بتاعتها هتبقى الاوباسيتي بتاعتها اقل شويه، بعد كده الاند بتاعتها بتبقى على الاخر، فبتبقى الشفافيه بتاعتها بتبقى قليله من البدايه وتبقى عاليه في الاخر، فممكن نخليها هنا مثلا 50. وبعد كده ممكن نظبط هنا الانكر بوينت نطلعها فوق بالمنظر ده، وبعد كده هنيجي عند الكوبي ونكترها نخليها مثلا 40، وممكن طبعا تبدا تقلل من الاوفست شويه وتبدا تظبطها ما بين الاوفست والسكيل، وطبعا مفيش مشاكل لو انت جيت هنا رجعت تاني عند الستروك وقللت منها شويه بالشكل ده. وبعد كده طبعا هنيجي بقى نبدا نرسم الطريق بتاعه، هنيجي هنا عند البين تول نعمل خط كده من فوق لتحت بالشكل ده، وطبعا هنيجي هنا عند الستروك ونكبرها شويه، يعني مثلا نخليها 2000، وطبعا سنتر انكر بوينت، وهنيجي هنا عند الستروك بتاعه ونخش عند الكونتنت الشيب ستروك وننزل هنا تحت عند التبر، ونيجي هنا عند الستارت لينز هنخليه 100%، وطبعا هنيجي هنا نغير لون الستروك ونخليه اسود. وبعد كده طبعا بعد ما عملنا الطريق بتاعه اللي تحت هنيجي نعمل شيب تاني بس باستخدام البين تول، تبقى بدايته من هنا ونروح الناحية التانية بالظبط، وطبعا نتأكد ان الستروك بتاعه يكون رفيع مثلا على 4، وتبدأ انت تكمله بنفسك. وبعد كده هنشيل الستروك ونحط مكانه فيل ونخلي طبعا لونه ابيض، وبعد كده نبدأ نسمي كل لاير عشان نرتبهم. وبعد كده بعد ما ظبطنا الاساسيات نبدا بقى نزود التفاصيل، هنيجي هنا مثلا نبدا باول حاجه واللي هو الطريق بتاعها اللي هو الرود، تعملها دوبليكيت وتنزلها تحتها، وعايزك تعلي ستروك كمان ونغير اللون بتاعها نخليها فوشيا بالمنظر ده وتدوس اوكي. وبعد كده ممكن طبعا تضيف عليها ديب جلو وتقلل الراديوس شويه والاكسبوجر معاها، طبعا دي اول حته. وبعد كده على اللاير اللي سميناه وول نضيف عليه جراديانت رام، وطبعا هنخلي هنا الرام شيب على راديال، وطبعا هنخلي الستارت في النص وهنخلي الاند بره بالشكل ده. وبعد كده هنيجي هنا ونعمل سواب للكلر بالشكل ده، وبعد كده هنبدأ نخش على الافكتات، هنيجي هنا عند النيو ونعمل ادجستمنت لاير ونسميها نويز، وطبعا من الاسم هنروح نضيف له افكت نويز، وهنخلي الاماونت بتاعها من 6 ل 12 حسب ما انت عايز. وطبعا هنيجي هنا عند النويز تايب ونشيل علامة الصح من عند الكالر نويز عشان تبدأ توضح معانا شوية. وبعد كده هنيجي نعمل adjustment layer تانية وهنسميها glow، وفي دي طبعا هنضيف لها افكت الجلو، ونخلي هنا الثريشولد هنا على 100، وطبعا الراديوس هنخليه على 200، وهنيجي هنا عند ستوب واتش وتدوس الت عشان تفتح الاكسبريشن هتلاقي ظهر لك تحت، وهنشيل القديم وهنكتب هنا مكانه ويجل افكت، وطبعا هنخلي السرعة بتاعته 5 لكل مسافة 100 بكسل. وطبعا هنيجي هنا عند الجلو ونعمل دوبليكيت كنترول دي، بس المرة دي هنيجي هنا عند الاكسبريشن وهنشيله، وممكن طبعا نقلل الراديوس نخليه 100 بس. وبعد كده هنخش على الافكت التالت وهو البرايتنس والكونتراست، هنيجي هنا نضيف افكت البرايتنس، وهنيجي هنا نعمل نفس الكلام نفتح الاكسبريشن على البرايتنس وهنكتب هنا برضو ويجل وتفتح قوس وتكتب المرة دي 4 لكل 30،
وطبعا وظيفه الافكت بالاكسبريشن ده ان هو يعمل وميض اكتر للمشهد. بعد كده في افكت انا بحب استعمله مع الباقي وهو اسمه سي فينيت، وطبعا احنا ممكن نزود الاماونت شويه ونقلل الانجل حاجه بسيطه. بعد كده تيجي تظبط مكان السنتر بحيث يكون في النص. وطبعا عشان نبدا نحرك المشهد هي خطوات بسيطه جدا. انت ممكن تيجي هنا وتعمل نول اوبجكت، طبعا هتنزلها تحت هنسميها موفمنت، وهنربط طبعا كل اللايرات اللي احنا رسمناها بالنول اوبجكت. هنيجي هنا بعد 4 ثواني مثلا ونيجي هنا نفتح السكيل ونعمل كي فريم ونرجع لورا، ومثلا هنصغرها بالشكل ده. نيجي نعلم على الكي فريم نعملها ايز ونخش على الجراف اديتور ونرجعها لورا بالشكل ده. وطبعا بالنسبه للتكست اللي كان ظاهر هنا انا ببساطه جبته من على انيميشن كومبوزر. هتخش هنا على السينماتيك تايتل وهتلاقيها هنا اول واحده وهتعمل لها اد. طبعا انت ممكن تعدل عليها، انا طبعا نزلت تحت هنا وغيرت بس اللون وخليته ابيض. وهتجيب هنا التكست وتطلعه لفوق، تقرب كده هناك ناحيه الكي فريم تقربها لفوق، وهتيجي هنا عند الاوبستي تدوس حرف التي وانا خليته على 50. ممكن طبعا تخش هنا على التكست تكتب الكلام اللي انت عايزه، انا مثلا كتبت سينماتيك. وبعد كده اتاكد ان التكست معمول له لينك على النول اوبجكت، هتنزلها طبعا تحت جاسمد لاير، طبعا نسينا نسميه اسمه فينيت. طبعا بالنسبه للصور انا كنت جايبهم من على فلات ايكون، هسيب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن. وهتنزل هنا كل الصور على الترتيب. ممكن نخش هنا على السكيل ونصغرها بالشكل ده ننزلها تحت، وطبعا هنضيف عليها افكت اسمه تنت، ونخلي طبعا اللون الاسود ابيض بالشكل ده. وبس كده. طبعا انت ممكن تضيف بقية اللوجات بنفسك، انا طبعا هكمله بنفسي. وبس كده، ويلا نشوف نتيجة الفيديو اللي احنا عملناه. طبعا بقية المشاهد هينزلك التوتوريال بتاعها على اليوتيوب بالترتيب، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.